السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين؟ صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي قبل ما نتكلم في اي كلام مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا وحبايبنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم على العدو الغاشم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، اللهم آمين. وأيضا إخواتنا في السودان وسوريا والعراق وليبيا واليمن، ويعم الخير والسلام في بلد مصر وكل بلادكم وبلاد العالم، اللهم آمين اللهم آمين. اتفضلوا معانا دلوقتي نشوف هنعمل ايه في فيديو وهنقول ايه النهارده. عايزين يا حبايب قلبي ان شاء الله نعمل جولة كده جميلة وندردش في بعض الشؤون. طبعا انتوا عارفين ان ماما امان مش دارسة دين، بس هقول لكم على اللي انا فاهماه دلوقتي يا حبايب قلبي. احنا ان شاء الله النهارده الخميس، وهحاول انزل لكم الفيديو بدري، مقبلين على ايام جميله جدا اللي هي العشر الاوائل من شهر ذي الحجه. ليه يا حبايب قلبي الايام دي بنقول عليها ايام مباركه، ايام مفترجه؟ ليه العشر ايام دول بالذات بتختلف عن باقي الايام ومهمين ليه واعمل فيهم ايه؟ هنيجي ندردش بقى يا حبايب قلبي مع بعض كده لبعض معلومات ماما امان البسيطه. طبعا ان شاء الله النهارده الخميس باذن الله اللي هيقدر يستطيع ان هو يصوم العشر ايام خير وبركه. اللي مش هيقدر ان شاء الله ليله اللي هي وقفه عرفه. طبعا لان في بيبقوا كبار سن، في ناس بتبقى مرضى ما بتقدرش انها تصوم هذه الايام. طبعا اللي ما بيصومهمش طبعا ما فيش اسم ولا شيء، بس طبعا اللي هو هيصومهم بيبقى له منزله عاليه وثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب ليه يا حبايب قلبي الايام اللي هي دي بتعتبر مهمة جدا؟ ليه؟ لان هي في الايام دي بترفع فيها العمل اللي هو احب الى الله في هذه الايام، العمل الصالح. فاكثروا من الاعمال الصالحة، اكثروا من الصيام. في بعض الناس، انا السنة اللي فاتت كانت في معلومة كده اختي قالتها لي، في بعض يعني في العشر ايام فيهم انا كنت تعبانه قوي، فلقيت اختي الله اعلم طبعا هي دارسه ازهر يعني فقيهه في الدين اكتر مني اظن. قالت لي ايه؟ قالت لي مش شرط تصومي العشر ايام متتاليه ورا بعض. ممكن يعني مثلا ايه، في يوم مثلا انت تعبانه، يعني انت النهارده تعبانه قوي ومش قادره تكملي اليوم، عادي افطري، اليوم اللي بعده صومي، وهكذا. تمام؟ دي معلومة أنا سمعتها والله أعلم برضك فيها، بس أنا بقول لكم ليه؟ لأن أختي دارسة أزهر وأكيد دايما بتتيقن المعلومات الدينية، ما بتقولش كده منها لنفسها. دي حاجة. العشر أيام دول ليه بقى مهمين كمان؟ ليه؟ لأن فيهم يوم عرفة. طبعا الأطفال الصغيرين كلهم عارفين، أول ما بنصبح كده من النوم نبص نلاقي ما شاء الله الحجاج ما شاء الله، تكبيرات والإحراق والحاجات الشعائر الجميلة بتاعتنا الجميلة. المسلمين في هذا اليوم الولاد الكبار والصغير، بس نقول للولاد ليه يوم عرفة المسلمين اليوم ده بالذات ليه؟ لأن نقول لولادنا كده ونتكلم معاهم ونتعلم ونعلم ولادنا. ليه يا حبايب قلبي؟ لأن اليوم ده أفضل يوم طلعت فيه الشمس، أفضل يوم
نفهم عيالنا حاجات زي ولادنا، اطفال بالذات والكبار ساعات والله ما بيبقوا عارفين حاجات زي كده. في حاجة تانية، ليه ال10 ايام دول يا ولاد مهمين عندنا؟ تقولوا لاولادكم كده ليه يا حبايبي؟ ال10 ايام دول مهمين عندنا ليه؟ لان بيبقى فيه يا حبايبي يوم النحر، اللي هو يوم ايه يا بنات؟ اللي هم يوم ايه يا ماما؟ قولي ابنك هيسألك كده، يقول لك اللي هو يوم ايه النحر ده؟ يوم ايه يا ماما؟ اللي هو يوم عيد الأضحى عند المسلمين. اليوم ده يا ولاد اللي هو بعد صلاة العيد مباشرة لمدة مثلا اللي ما يقدرش يذبح أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، الناس المقتدرة بتذبح فيه خروف، كل واحد على حسب طاقته، كل واحد على حسب، وبنوزع اللحم على الفقراء وبنتصدق بقى والحاجات الجميلة اللي حبايب قلبي اللي احنا المسلمين بنعملها. نذكر ولادنا بهذا ونفهمهم ايه هو يوم النحر اللي هو يوم العيد يا حبايبي. في اطفال وفي كبار برضك ما يعرفوش، بتبقى معلوماتهم للاسف ما بتبقاش يعني ايه فاهمين قوي. طيب ليه برضك يا ماما ايمان الايام دي بتبقى مهمة عندنا؟ الايام دي الوحيدة يا ولاد، تقولوا لولادكم كده الايام دي الوحيدة، وتقولي بقى بنبرة ايه حنينة، بنبرة كده يشتاق لها طفلك وهو بيسمعك. يعني ما تكريش الكلام كده المعلومة بسرعة كده، لا، يبقى عندك إيحاء، تشوقي طفلك وانت بتكلميه، تشوقيه قبل ما تديله المعلومة. الأيام دي الوحيدة ايه يا ماما؟ تسكتي كده، الوحيدة ايه يا ماما؟ تجمع فيها أركان الإسلام الخمس. ونيجي بقى نهد بقى اللي هي ايه أركان الإسلام اللي ولاء تقولوا انت يا حبيبة حافظ طبعا أركان الإسلام، هيقعد ابنك الله أكبر يكرها ما شاء الله من كيجي كله بيبقى عارفينها تمام. بتجمع فيها الأركان الإسلام اللي هي من صيام، بنصوم ما شاء الله ال10 أيام، واللي مش قادر بيصوم يوم عرفة، ليلة عرفة، وبسم الله ما شاء الله الصدقة اللي هو بنذبح الذبيحة اللي هو الأضحية، وبنتصدق باللحمة بتاعتها تبع الايه الشرع بقى، وكل واحد على حسب استطاعته. وفي نفس الوقت الحج، احنا بنحج اهو، والعمرة، وبنعتمر وفيها وبنصلي، دي برضك ايه من اللي هو بني الاسلام على 5. وطبعا ان احنا مسلمين، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين، بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ونتكلم مع الاولاد في حاجات كتيره، ولو تقدري مثلا تقولي حاجات معلومات انت عارفاها عن الدين تضيفيها لولادك، تنتهز الفرصة في هذه الأيام المباركة. أخيرا يا حبايب قلبي، أتمنى أن كلامي هذا يوصل لقلوبكم ويوصل لقلوب أطفالكم بإذن الله. وكل عام وأنتم جميعا بخير، وربنا يعودها علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بخير. وكل حبايبي رجاء اللي هيحج السنة دي إن شاء الله ربنا يكتبها لنا جميعا، يدعي لإخواتنا وحبايبنا في غزة إن شاء الله ربنا يفرج كربهم. وأتمنى تبقى كلامي خفيف عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.